السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلوج جديد، يوم جديد، والفرشة اللي ما بتعملش حاجة كالعادة، بس يعني بتحس ان انت سرحت شعرك، يعني انت بتحس بالفرشة لكن هي مش بتعمل وظيفتها، يعني فاهم. المهم تقول لي انت ليه بتفلوج؟ يعني انت ليه يا ابني بتعمل في نفسك كده؟ والله يعني انا جيت عشان المنظر ده، والله لقيته في جوجل مابس، وانا كنت بقالي فتره كده عايز اطلع اعمل فلوج ساتيسفاينج في طيور غريبه كده برضو موجوده، عايز ابقى اصورها. انا جبت برضو معايا العدسه التانية علشان العدسه دي ما تنفعش للزوم، يعني ده اخرها في الزوم، جايبه مناخيري بس، فمش هتجيب حاجه اكتر من كده يعني. لا رازع مشوار يعني. وجايب معايا اللابتوب، مش عارف ليه، عارف انت لو جبت معايا لابتوب وكراسات وقلمه ومفاتيح البيت، مع ان اهلي موجودين في البيت عادي، اي حاجه صغيره بتتحط في الشنطه حطها، فحط فيها حاجات صغيره من باب ان هي شنطه، يعني فاهم. فكرة ان انا لمحت حته اقدر اروح فيها مركبه، اركب حاجه، فده حوار. بس هي طبعا ممكن تطلع لها مثلا 6000 جنيه مثلا قرض بنك علشان حضرتك عايز تلعب، فاهم. هنروح نسال عن السعر وهنتصدم برضو، بس يعني ادينا برضو بنجرب. لازم تسال وتتصدم عن السعر علشان تبقى عملت اللي عليك، ما تبقاش انت مقصر، كان في فرصه وما جاتش، فاهم. فربنا سهل الحال يعني. يس، طلع الحوار قشطه يا زميلي، عرفت اركب مركب يا جدعان. انا طفل والله يا شباب ولسه ما كبرتش. You have no pink? يعني you have Yeah. this one. هو انا المفروض اجيله انا ولا ايه؟ يا ريس انت رايح فين يا عم؟ Hello. الموضوع يعني حول. والله هي الفكره ان انا ايه، كنت مخنوق جدا، مخنوق من قعده البيت بقى، خلاص عارف اللي هو ايه، خلاص بقى، خلاص بقى، ما خلر كده يعني. على فكره الموضوع مش سريع خالص يعني، عارف انت. الراجل قال لي لا دي سريعه، فانا ماشي يعني الحمد لله بالبركه، وهوريك السرعه يعني الهائله. انا ممكن احتمال ارجع يعني، بس والله الحمد لله. بفكر اخبط البتاع ده، الحمامه اللي هناك دي، يعني نوع من انواع الغباوه وخلاص يعني. عايز اقول لك برضو ان الشمس واقفه لي هنا، يعني كان في حد بيقول لي السلام عليكم، ازيك يا نور، عامل ايه الاخبار؟ طمني عليك. كنت عايز اقول لك مش حاسس ان انا عايز ابقى مؤذي واخش جوه يعني. السلام عليكم، السلام عليكم، عايز اسلم بس، كنت عايز اقول حاجه يعني، مش قاصد يعني ان انا ازعجكم يعني. طيب انا مش عارف ليه هم يعني واخدين الموضوع على نفسيتهم قوي الصراحه. انا المفروض ان انا لابس البتاع ده علشان يعني لو حصل حاجه لا قدر الله يعني. لا عنده حق، اصل انا قاعد في الحته الشمال من المركبه، فانا دايما مرحل يعني، فاضل لي تكه واخد شويه ميه معايا في المركبه كده ايه. فهو عنده حق الصراحه، بلاش عناد في الحتت دي عشان ما نبقاش احنا متسوحين. ممكن تكون غويت اكتر مما انا متخيل يعني، وانا عمري ما كنت متخيل ان انا هعمل فلوج زي كده النهارده، فربنا كريم والله يعني. انا كنت عايز اروح حته، انا ليه طيب مش مستقبل الشمس طيب وانا بكلمك، انا كنت عايز اروح حته صعبه يعني، حته صعبه. كنت عايز اروح مكتبه، اقعد في المكتب، نقعد كده على المكتب كده ونكتب كلام، نقعد نفتح كراسه كده ونبقى متقدمين، شغل منتجين كده، تبقى منتج كده ومهم للمجتمع وللحياه وللاساس الاجتماعي، ويبقى عندك اطلاع على المستقبل والارشاد في مستنقع الحلول النوويه، ونقعد نكتب كده ونهري ونفتح اللابتوب واوعى بقى، فاهم. قلت اعمل حركه كده برضو ان اقعد ورا، حركه غريبه جدا، مش عارف هل عملت زوم دلوقتي، بس يعني قاعد في الكرسي اللي وراني، فاهم، حاجه كده. ولا انا نفسي اقع، ولا انا حابب اعمل حادثه، ولا انا مش عارف ليه الميول دي يعني موجوده. انا بقول اقعد زي البني ادمين في الكرسي، والله الراجل هيقول لي ارجع، يقول لي تعالى لي، لما انت ما تستحقش انك تسوق
سكوتر، يعني انت تسوق مثلا ما تسوقش حتى تريد ميل، يعني تطلع تمشي عليها كده، لا ده خطر جدا للمجتمع، هيحصل حاجه، هيحصل مشكله كبيره في الحياه، فاهم؟ بس والله كانت حاجه جميله، شفت ميه، شفت جو حلو، وشفت اللي هي العصافير اللي بتطير الغريبه جدا دي. Thank you very much. اوكي ثانك يو. بحاول الاقي لي حته يتقعد فيها، غروب الشمس جامد جدا، بفكر اقعد حتى هنا كده في الجنينه. طبعا الموضوع غريب جدا للعالم وللأمة البشرية وللمجتمع الإنساني إن أنا بعمل فلوج، فده عامل أزمة ليا أنا برضو، عشان دي أول مرة الصراحة بعد فترة كبيرة جدا أسجل بره البيت. طبعا الموضوع غريب، إيه اللي وداني في حتة بعيدة جدا، هي مش بعيدة جدا بس يعني إيه 18 كيلو من البيت مثلا، بس بيبقى الموضوع يعني لطيف إن أنت بتحاول ترفه عن نفسك، بتحاول تبص على الجنينة وبتحاول تفصل شوية. وانا بسرح كتير جدا لما بقعد ابص على الناس، عشان بلاقي حاجات غريبه جدا بتحصل، والاقي واحد لابس تركوازي والتاني لابس فحلقي بيعمل باك فليب، يعني حاجات كده، واحد جاي بعجله بسرعه جدا. بس اللي حصل ان انا كنت زهقت جامد من القعده في البيت، فانا مؤخرا حاسس ان انا كنت جالي احتراق نفسي، يعني دي مش حاجه لذيذه دي مش حاجه لذيذه، مش حاجه حلوه، بتحس ان انت يعني تعبان نفسيا ومش عارف تعمل الحاجات اللي انت كنت بتعملها قبل كده، مش سهله قوي، مش حاسس ان انت عندك الطاقه الكافيه انك تعمل الحاجه اللي انت كنت بتعملها قبل كده عادي زي بني ادمين. وده بسبب ان انا في فتره في حياتي دلوقتي خلاص انا بعمل ترانزيشن ما بين الحياه الاكاديميه والتعليميه للحياه العمليه، فده طبعا بيخوفك ان انت هل انا عندي الاكسبيرينس الكافي اللي هو مش موجود. بس انا بقعد اتساءل السؤال ده كتير جدا من باب الممارسه، فاهم؟ هل انا عندي الاكسبيرينس الكافي؟ عارف بتقعد تحسب الحاجات في دماغك، وفي الاخر كده انت ما عندكش الخبره، وهم عايزين واحد شغال في المجال بقاله 700 سنه، فده بيخليك خايف وتحاول تاخد كورسات كتير قوي وتحاول جامد قوي 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 بقى وتعافر. يعني بقى لي فتره كده عمال كل اللي انا بعمله ان انا شغال على الكورس اللي انا شغال عليه، عمال اذاكره يعني وكده، مش بقطع فيه مسافه زي ما انا عايز، بس دايما في حاله ان انت بتجري، عارف انت بتجري، ودي حاجه كويسه، والانجاز مهم والشغل مهم وانك تجتهد ده حاجه اساسيه. انا عارف ان انا عايز اتكلم عن الاحتراق النفسي اللي انا مريت بيه، بس هل انا عايز اقول للناس يا جدعان ما تشتغلوش، يا جدعان ما تعملوش، يا جدعان خليكوا كده، لو انت كسلان او زهقان او ما عندك ارتجاع في المريء ممكن تاخد بريك من المذاكره لمده 18 سنه وتاخد اجازه وتروح هواي، الكلام اللي هو الخيالي ده مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده، ومش عايز اقول لك كده علشان دي مش ثقافتي، يعني مش ثقافتي ان انا اقول للناس يا جدعان بقى بصوا خدوا بقى بريك من الحياه وخليكوا كده حلوين وتعالوا نفخد. هتلاقي الحياه كلها سبقتك والناس كلها اللي حواليك سبقتك، وانت قاعد في نفس المكان اللي انت فيه وبتحاول قوي وتقدر قوي صحتك النفسيه اللي هي هتبقى كويسه على فكره لو انت اشتغلت وعملت حاجه لصحتك النفسيه، لصحتك ولحياتك ولمستقبلك. لكن انا قلت ايه، بدل ما انا عمال اجري كتير وما باخدش بريك من الجري وما باخدش بريك من الانفايرمنت او البيئه اللي فيها الشغل، عشان هي شغل وبريح في نفس البيئه اللي فيها الشغل، مش بطلع مثلا امشي بره البيت، لا يعني من المكتب للثلاجه كده، عارف انت الثلاجه دي كانها الحاجه اللي بتحتضنك كده في وقت ما انت مش عارف تعمل ايه وبتتوقع ان هي هتخش تلاقي مشاوي وطرب وكباب مثلا جوه الثلاجه، مع ان الثلاجه برضو لسه فيها جبنه رومي برضو، يعني هو نفس علبه الجبنه الرومي ومش هتتغير، مفيش حاجه هتظهر فجاه، فاهم؟ كفايه بقى ثلاجه وكفايه مكتب، وبقول ان انا برضو اشم هوا شويه، جو اتحسن، فدي حاجه جميله والحمد لله رب العالمين. انا جبت معايا اللابتوب بس ان هو ايه، بص هنقعد ونشتغل، لا ليه يعني، فاهم؟ اصل انا استفدت ايه لما عملت كده؟ ما انا بشتغل في البيت، اطلع اشتغل بره، طب نشتغل في الحمام بقى، ده ممكن حاجه نعملها بعد كده، اخد اللابتوب على حجري وانا قاعد بقى على التويلت وكده، وتبقى حاجه جميله قوي ان انا بقى احسن بني ادم في العالم، خلاص انا كده على اقتناع ان انا ايه جامد يعني كده، ود شغل عالي، فاهم؟ فمش حاجه حلوه. وفي واحد جاي ناحيتي شبه بروك ليزنر، فانا مش عارف انا قلت حاجه زعلت حد او حاجه، بس هو جاي ويعني داخل الدخله تمام، هو مش جاي ناحيتي فالحمد لله. بفكر اقرا حاجه، جبت معايا كتاب، مش هطلع لابتوب واشتغل، تعالوا نحط ليميتس بجد والله بجد شويه، بس ناخد بريك يعني علشان نعرف نكمل. انا ليه بقول باخد بريك، وليه عمال اتكلم عن الاحتراق النفسي واقول ان انا حاله جري دايما وكده؟ انا عارف ان انا دايما متاخر في الكورس اللي انا المفروض بذاكره وكده يعني، فانا بقى عايز ايه، احس ان انا قعدت مثلا 5 دقايق من غير تانيب الضمير ده، ان هو شويه بس وهرجع تاني برضو لنفس الريتم، ان انت متاخر واديله، فاهم؟ بس اهم حاجه التوازن والله، عشان دي اكتر حاجه مؤخرا بدات اعاني معاها. المرحله السنيه اللي انا فيها دلوقتي دي اللي هي الترانزيشن ما بين المرحله الاكاديميه للمرحله
العمليه. اللي انا بمر بيه بقى دلوقتي هو ايه، مش عارف اعمل توازن في الحياه، مش عارف اهتم بالحاجات اللي الواحد بيهتم بيها. بدي طاقتي كلها لحاجات معينه، وفي حاجات تانية مش بديلها طاقتي خالص، على اساس ان اللي انا بعمله ده الصح، ويعني ببذل طاقه في حاجات مش محتاجه كل الطاقه دي، فاهم؟ فطب ما كده مفيش توازن. الواحد برضو بيحاول يعمل توازن، والفلوج ده يعتبر توازن. لكن عايز اقول لك ان انت جرب كده تاخدش الكاميرا، يعني ما تاخدش كاميرا معاك. انا بعمل كده عشان بفلوج يعني، فاهم؟ روح كده مكان زي اللي انا روحته، اجر عجل، مش لازم تاجر مراكب، عشان برضو ده حاجه غريبه جدا يعني. مفيش حد بيأجر مراكب، بس اللي هو ايه، انت هتلاقي في ناس كتير قوي بتعدي كده من جنب بيعمل زيهم. بس كده تعالى بقى نشوف هنعمل ايه، ولا نصور منظر حاجه، ولا نتمشى شويه، ولا مش عارف اعمل ايه. بس برضو دينا اهو كده قاعدين وادينا بنفلوج، ودي حاجه انا افتقدتها، وكنت في حاله تردد جامد جدا، وقلت بلاش خليني اقعد في البيت. بس الحمد لله انا نزلت وعملت حاجه زي كده والله. الدنيا ضلمت خلاص، يعني فاضل رباعية كده على العشاء. اللي حصل مؤخرا ان انا كنت بتفرج على فلوجات لفلوجرز اجانب بيطلعوا طلعات كده بقى، اللي هو طالع يديها. عايز يا عم كلكس ليه يا باشا؟ المهم هو كان بيطلع طلعات محترمه، بيطلع جبال المالديف، مفيش حاجه اسمها كده يعني كان بيطلعوا جبال، يطلعوا كده رحلات في الطبيعه. طبعا بقى استهواني قوي الموضوع ده. انا كنت دايما بتفرج على حاجات معينه، فجاه كده المحتوى اللي انا بدات اتفرج عليه بقى يعني ادمان للفلوجز بقى، الناس اللي هي مدياها جامد بقى، وتطلع في الرحلات بقى الطبيعيه، ويطلعوا سفاري وكامبينج وبتاع. والصراحه شايف ان هم فرحانين جدا. مثلا ياخد العربيه بتاعته يقدر يروح يطلع على جبل، زهق يروح يطلع على مثلا بركان، زهق فيطلع على الغابه. فانا عملت ايه بقى؟ قعدت اقارن نفسي ما بيني وما بينه، وقلت انا حياتي فعلا صعبه جدا، وانا ليه مش عايش نفس الحياه دي؟ بعدين قلت استغفر الله العظيم يا رب، يعني اللي انت بتقوله ده، ما هو ربنا قسم لك الحياه اللي انت عايشها دي، والحياه دي جميله جدا، الحياه دي مش وحشه، الحياه دي عظيمه الحمد لله. ولاحظت يعني ان الحمد لله ان الناس اللي عمال اتفرج عليهم الغرب والامريكان دول، قلت في فرق كبير ما بيني وما بينهم. الحمد لله رب العالمين، ربنا انعم عليا بنعمه اكبر بكتير بمراحل، نعمه الاسلام. يعني الناس اللي بتفرج عليهم دول غرب، فقلت لا الحمد لله انا تمام. فهنا انت عارفني انا كنور يعني بتاع، دايما بتكلم على ان المقارنه على السوشيال ميديا دي اكتر حاجه ممكن تدمر حياتك. بس انا اهو يعني ايه، زلت مني كده وعملت مقارنه برضه، قارنت حياتي بحياته، وقلت هو بيهاف فن جامد قوي، في غابه وفي ثعالب بيطلعوا عليه، وبيصور نمور وبيعمل حوارات. المهم فانا قلت ايه الحاجه الايجابيه اللي انا ممكن اعملها بحيث ان هي هتفرق معايا في حياتي، اني اعمل اللي انا اقدر عليه ان انا اروح الحديقه، اروح ترعه حرفيا اطلع عليها بمكتب، حاجه ما بقدرش اعملها كل يوم، حاجه مكلفه، بس قلت اعملها علشان افرح وانبسط واعمل الحاجات الجميله يعني، وما باش اقول على نفسي ان انا مكتئب وبتاع. اقدر احاول اعمل اللي عليا، احاول اروح مطعم، اروح اكل كشري، اروح اكل سمبوسه، يعني اللي اقدر عليه فعلا. اعمل اللي تقدر عليه عشان تبسط نفسك، ما تبقاش في حاله حزن يعني، في بوليس وفي مطارده GTA خالص. فبس انا شايف ان الموضوع يعني ان انت حاول على قد ما تقدر تعمل الحاجه اللي انت تقدر عليها، ما تقعدش بقى تقارن نفسك بالناس. هو عنده مقدره ان هو يطلع على جبال المالديف، اللي هي برده مش حاجه خلي بالك، بس هو عنده المقدره دي. انت ما تقرفش نفسك وتقعد تقول انا يا عيني يا جدعان انا حظي زي الزفت. لا يا عم، انت ايه في مقدرتك تعمله، بدل ما انت قاعد مفقوع اعمله، فاهم؟ عشان هو عنده مقدره وعنده سقف وعنده حدود للكميه الفن اللي هو ممكن يعمله، وانت برده عندك مقدره وعندك ليميت وسقف وحدود لكميه الفن اللي ممكن يكون عندك في حياتك يعني. فهنا حسيت ان دي مقارنه ايجابيه، ومش مقارنه كده وخلاص، مقارنه بتفيدك. مش هنشن على الطموحات بقى بتاعته هو، انا هركز على طموحات انا، مستقبل انا، واعمل اللي يبسطني انا، مش اللي يبسطه هو، اللي انا اقدر عليه انا ماديا واجتماعيا ونفسيا، مش اللي هو يقدر عليه ماديا واجتماعيا ونفسيا. السلام عليكم. رجعنا البيت وكلنا واتعشينا وشربنا شاي بلبن، الحمد لله رب العالمين. بس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. الساعه 11 اصلا، خلاص كده، تصبحوا على خير، اشوفكم الفلوج الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.